ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. واللي لسه ما عملش بلاص الجبنه بتاعها او البرطمان بتاعها تعملوا معايا. هعمله معاكم النهارده ان شاء الله من الالف للياء، وهقول لك على كل اسرار الجبنه الدايره، ازاي تدور معاك بسرعه بدون بقى خميره. يعني لو ما عندكيش مش قديم او جبنه قديمه، هقول لك تعملي ايه بحركه بسيطه جدا. المش هيدور معاك بسرعه. ولو عندك اي مشكله في المش بتاعك، يعني لو عندك مش مثلا فيه دود، فيه سوس، مر، بيعفن، البلاص بيرشح، كل المشاكل ديت هقول لكم تعملوا فيها ايه. يعني هتعملي بلاص الجبنه بتاعك او البرطمان بتاعك مفيش ولا غلطه. والاسرار دي كلها انا متعلماها من والدتي ومن خواتي. والله يا حبايبي ما حد بيدخل بيتنا وياكل من جبنتي او جبنه خواتي غير ما يطلع يتكلم على جمال الجبنه. ريحتها حلوه، لونها حلو، ناعمه كده، مش مفروله. واللي ما عندوش جبنه حادقه في بيته ما عندوش خير. يعني هتملي بيتك بالخير ب 8 كيلو لحمه. اوعي بيتك يخلى من الجبنه الحادقه. لو ما عندكيش اي غاموس في اي وقت، هتطلعي حته جبنه حادقه وتحط عليها طماطميه وشويه زيت كده، وتهرسوهم بالشوكه مع عود جرجير كده وشويه بتنجان محمرين او شويه بطاطس. والله لا تاكلوا احلى اكل. يلا كده نبدا ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونبدا نعمل في المش. بس فضلا منكم يا حبايبي وما تنسوش اللايك. اول حاجه كده هنجيب شفش الخلاط بتاعنا وننزل فيه بخرطة جبنه قريش من اللي انت هتحطها في البلاصه او البرطمان. وبعد كده بتنزلي عليها بنص لتر لبن مغلي ويكون بارد. وبعد كده هنحط عليها شويه شطه ناشفين. ولو عندك قرون شطه من اللي هي الحمرا السوداني حطي منها برضو. انا طبعا كنت مخزناها في الفريزر، بطلعها كده لو مش متوفر عندي بطلع من الفريزر واحط على طول في شفش الخلاط للمخلل للجبنه، وما شاء الله بتديني نتيجه حلوه قوي. فعلى قد ما تقدري لما تلاقي الشطه السوداني دي قدامك هاتيها، اغسليها وحطها في مصفى تتصفى. بعد كده قمعيها وحطها في الفريزر. هتطلعيها في اي وقت تكون عايزاها وتحطها على طول في الكبه وشفشر الخلاط، هتكون معاكي زي الطازه بالظبط. وكمان هي بتبقى متوفره بكثره في الصيف ورخيصه، اما في الشتاء بتبقاش موجوده كتير وكمان بتبقى غاليه. بعد كده بقى حطيت الشطه بتاعتي اللي هي القرون ديت، وحطيت برضو معلقتين 3 كده من اللي هي الناشفه. كتري شطه على قد ما تقدري، لان الشطه هي عامل اساسي في ان المش بتاعك لا يدود ولا يسوس ولا يبقى له ريحه وحشه. وبعد كده نزلت عليهم بثلاث اربع حتت جبنه حادقه كده من السنه اللي فاتت. طبعا البلاص بتاعي خلص خالص ما شاء الله. فلو انت عندك حته جبنه حادقه قديمه حطيها، ما عندكيش برضه هقولك تعملي ايه واحنا شغالين مع بعض كده. وضربت كله كده في الخلاط مع بعض زي ما انتم شايفين، وحطيتهم بقى كده في طاسه في حله. المهم تحطهم في حاجه الومنيوم عشان الالومنيوم بيخلي الحاجه تغلي معاك بسرعه. وبعد كده بتحطهم على النار. وبرده في ناس بتخاف ان الالومنيوم تنقر كده من الحاجه الحادقه. يعني انت لو حطيت مثلا جبنه حادقه في الالومنيوم وسبتها فتره بتنقر منك. بس انت بتغلي بس مجرد غليان، يعني مش هتغيبه ولا تسيب المش في الالومنيوم فتره طويله علشان تخاف انك تغلي المش في الالومنيوم. مجرد ما يغلي ويبرد هتصبيه في البرطمان او البلاصه على طول، فما تخافيش يعني من النقطه دي. الخطوه اللي بعد كده بترفعي المش على النار. اول ما يبدا يغلي بتهدي النار عليه وتسيبيه زي نص ساعه كده على نار هاديه لحد ما تلاقيه تقيل. وبعد كده بتطفي عليه وتسيبيه يبرد زي ما قلت لكم، بتصبيه على طول في البرطمان او البلاص. وطبعا انا اسفه اذا كنت بكرر بعد الكلام، نسيان بس والله مش اكتر يا حبايبي. بعد كده طبعا رحت بقى للبلاص بتاعي كده علشان افضيه واصفيه معاكم، لان كان فيه بعد السوس ده فيه بقاله زي سنتين. كل سنه اقول هعمله بس بصراحه البلاص ما كانش بيفضى من الجبنه. فلما فضى السنه دي بقى ما عادش فيه غير شويه هري جبنه كده وشويه قشور سفندي. قلت بقى اصفيه معاكم السنه دي واعمله معاكم. في ناس بقى تقول لك ايه، حط دنكار وحط حاجات من ديت والسوس هيموت والحاجات ديت. لا يا جماعه، دنكار ده مادة سامة، وفي بلاد كتيرة منعته انه يدخل اصلا البلد لانه غلط جدا على صحة الانسان. فما تحطيش دنكار. طب انت عندك دود او سوس هتعملي ايه؟ في عرق حلاوة. عارفين عرق الحلاوة؟ هتجيبيه من عند اي عطار، حتة خشبة كده، هتحطيها في قلب البلاصة وتسيبيها، مش هيجيلك اي دود خالص. اما السوس في ناس بقى هتقولك اعملي حاجات كده والسوس هيموت. يا جماعة السوس بيعمل بيض، ومهما تعملي هيفضل موجود في الجبنة. الحل بتاعه انك تصفيه على مصفى زي ما انا عملت كده. طبعا انا كل ما الاقي عرق حلاوة كده اخده احطه على جنب، لان هرجع تاني احطه في البلاص. المهم بعد ما تصفي البلاص بتاعك وتنضفيه، بتاخدي البلاص تغسليه وتنضفيه زي ما انا عملت كده. لو البلاص بتاعك مثلا مش نضيف من جوه ومش نضيف من بره، وتحطيه في الشمس لما ينشف. وبعد كده بتعبي المش بتاعك على نظافه وتحطي جبنتك، وان شاء الله مش هيطلع فيها لا سوس ولا دود ولا اي حاجه خالص من دي. وكمان هقولك على حاجه مهمه تحطها على وش البلاص هيمنع الدود خالص، مش دنكار بقى، لا، حاجه موجوده في كل بيت يعني. المهم بقى يا حبايبي، لو البلاص بتاعك مثلا فيه ميه كده على الوش وكل شويه تيجي تحط ايدك في الجبنه تلاقيها ايه، رشحه ميه كده من فوق وبيرشح من بره برضه، علاج الميه اللي في قلب الجبنه ايه، هتجيبي شويه ترمس حلوين او شويه فول
او شويه سمسم كده تطحنوهم في طحانه وتحطوهم في قلب شاشه، اي حاجه من التلاته دولت. بس بلاش ترمس مر لان بيمرر الجبنه. اي حاجه من التلاته دولت تحطوهم في قلب شاشه وتربط الشاشه بحبل وتغمزها في قلب الجبنه والحبل يتربط في ودن البلاص اسبوع كده، وتسحبي الشاشه هتلاقي الحاجات ديت سحبت الميه اللي في قلب الجبنه. طيب لو بيرشح من بره هتعملي ايه؟ الرشح من بره ده كارثه، بيبوظ الجبنه خالص ويخلي الجبنه بتاعتك تنشف وتفش كده وتعمل كلها مش. الرشح من بره ان كل شويه لو البلاص بتاعك بيرشح كل شويه تجيبوا له شويه شرش على شويه لبن على شويه شطه وتضربوهم وتحطوهم في قلب البلاص وتهز البلاص كل يومين كده. والحل النهائي خالص زي ما انا عملت كده في البلاص بتاعي انتوا شايفينه اللي انا عاملاه باسمنت من بره، لان لقيته بيرشح وكل شويه اعمل له علاج. وبصراحه ما هنش عليه اللي انا اجيب واحد تاني واوديه لواحده تانية ترجع تعملهولي، وخصوصا البلاص ده بتاع فرح يعني بقاله 23 سنه. علشان كده مرضتش افرط فيه، فلما قعدت احاول بقى واحط له لبن واحط له شرش واعمل له مرته ولقيته برده بيرشح ويبوظ لي الجبنه، قمت مفضياه من الجبنه خالص وغسلاه من بره وسايباه في الشمس لما ينشف، وبعد كده جايبه له شويه اسمنت وعاملاه بالاسمنت ورجعت سيبته لما نشف وعبيت الجبنه بتاعته على نظافه، وبقاله كام سنه والله معمول بالاسمنت كده، والجبنه بتاعتي ما شاء الله بتدور وحلوه خالص. احنا عندنا نظام يا حبايبي في بلدنا، لما العروسه تيجي تتجوز امها بتعمل لها يا برطمان جبنه يا بلاص جبنه، فعلشان كده ايه البلاص بيبقى دايما مع العروسه كده وهي رايحه تتجوز. فيا ترى مين فيكم يا حبايبي اللي عنده النظام ده في بلده بيعمل العروسه وهي رايحه تتجوز برطمان او بلاص جبنه؟ اللي عنده النظام ده يكتب لي في التعليقات. طبعا مسكت البلاص كده غسلته ونضفته لان كان من بره عليه ترابه لان محطوط في البلكونه، ولازم دايما تحط بلاص الجبنه في الشمس. طبعا كان متعرض للهواء والاتربه ومعلقه بصل فوق، فحبيت ايه ادلم خلاص فضيته اغسله وانضفه، وبعد ما غسلته عبيت فيه الجبنه مباشره ما سبتوش حتى لما نشف. في ناس هتقولك لازم تسيب البلاص ينشف قبل ما بلاتيه بالميه، لا والله يا جماعه احنا بنعمله كده لما نلاقي البلاص مثلا فيه سوس وغسلناه ونضفناه بالمره بنعبوا فيه الجبنه على طول ما بيحصلهاش اي حاجه. طبعا شويه الصوص اللي طلعوا كده بالمش حبيت برضو اصفيهم بمصفى عيونها ضيقه عشان اخد الخلاصه كلها وما اسيبش اي حاجه، وكل اللي طلع شويه شطه وخلاص هما زي ما انتوا شايفين. وعملت المش بتاعي نضيف ومفيش اي مشكله خالص. هجيب بقى المش اللي انا عملته جديد اضيفه له. ولو انت بقى عايزه تعملي مش جديد وما عندكيش مثلا جبنه قديمه زي كده ولا حاجات من ديت، هتجيبي نص كيلو مرته تحمريه خالص على النار، وبعد كده تضيفي له زي كيلو لبن او 2 كيلو لبن تبع الكميه اللي انت عايزاها، وتضيفي له شويه شيرش جبنه برده، وتضيفي شويه شطه وتغلي. لازم تغلي الشطه وخصوصا الشطه الطريه اللي هي الشطه السوداني ديت، ما تحطهاش كده من غير ما تحطها على النار. لو حطيتها قرون كده حيه بتعمل دود وبتعمل سوس. يعني السوس اللي طلع لي ده انا ما كنتش اعرف الحركه دي، وكنت بحط الشطه كده حيه اخلطها في الخلاط باللبن واضيفها للبلاص، ما كنتش اعرف ان هي لازم تنغلى على النار. فلما سالت والدتي بقى وقلت لها قالت لي لازم تغلي الشطه الحيه لان الشطه الحيه ديت هي اللي بتعمل السوس وبتعمل الدود. بعد كده حبايبي بقى اتخلصت خالص اهوت وجبت شويه المش اللي انا عملتهم جداد وضفتهم للمش القديم، واجيب البلاص بتاعي اعبي فيه معاكم. طبعا لازم تجيبوا له كرتونه جامده كده وتعملوا له حوايه كده وتحط شويه ورق او شويه قماش كده قدام. المهم تعملي قاعده طريه تحت البلاص علشان ما ينكسرش منك، لان لو حطيتيه على الناشف مع الايام هتلاقيه داب ويتفتح من تحت. حصل الموضوع ده مع اختي، كانت حاطاه في البلكونه ومش حاطه له اي قاعده كده طريه، ففجاه كده طلعت البلكونه لقت البلاص مفلوق اتنين والجبنة على الارض. فخدوا بالكم من الحتة دي يا حبايبي، لازم تعملوا له قاعدة طرية وتحطيه في كرتونة كده وتعبي حاجتك وتشيليه كده تكوني جامدة كده او جوزك وتطلعيه في البلكونة في الشمس وتسيبيه، وان شاء الله هيدور معاكي احلى جبنة. طبعا الجبنة قبل ما تحطها في البلاص لازم تبيتها ليلة في شوية ملح كده، يعني ايه تغلفيها، تجيبي شوية شطة ناشفين على شوية ملح وتغلفي الجبنة كده بالشطة والملح وتسيبها ليلة على المصفى لتاني يوم وتعبيها. وانت قلبك جامد ان الجبنة بتاعتك هتعيش معاكي فترة طويلة بدون ما تسوس ولا تدود ولا تفش منك ولا تنهرى. انت غلفت الجبنة من بره بالشطة والشطة مادة حافظة وحطيت عليها ملح كتير وبيتها لحد ما سردت المية اللي فيها، لان المية اللي في الجبنة هي اللي بتخليها تفش من بعضها وتدود وتسوس منه. اقول لك بقى على طريقه تعملي بها المش، طريقه اقتصاديه جدا هتخلي المش تقيل وبحركه بسيطه جدا. هتجيبي كوبايه رده تسخناها على النار لحد ما تلاقي ايه ريحتها بدات تطلع معاكي، تجيبي كيلو لبن تحط عليه شويه شطه سوداني وتضربوهم في الخلاط، وبعد كده تنزلي على الرده بعد ما تسخناها كده من غير حاجه خالص،
وبعد كده لو انت عندك ربع كيلو مرتة او نص كيلو مرتة يفضل طبعا، لان المرتة اساس المش. طبعا هتعملي المرتة لو انت ما عندكيش حتتين جبنة حادقة. بعد كده تمسكي المرتة تحمريها وتضيفيها للخليط اللي هي الردة واللبن والشطة السوداني، وفي الاخر كده تضيفي للريت للبن 5 معالق ملح. اهم حاجة الملح والشطة عشان المش يعيش معاكي فترة طويلة بدون ما يعفن ويدور الجبنة معاكي. بعد ما تعملي الحركة دي بقى هتسيبي الحاجات دي تاخد وتدي مع بعضها كده على النار زي ساعة كده على نار هادية. هتبص تلاقي قدامك مش تقيل وحلو خالص تحطي فيه الجبنة بتاعتك ويعيش معاكي زي ما انت عايزة. بصوا بقى يا حبايبي، انا قعدت اتكلم معاك وقعدت اشيل قشر سفندي واحط قشر سفندي. قشر السفندي حطيه على وش البلاص، بس قبل ما تحطيه في البلاص تكوني حاطاه على الاقل خالص 3 4 ساعات كده عليه ملح، عشان الملح يطرد الميه اللي في قشور السفندي. لان لو حطيتيها من غير ما تطلعي منها الميه هتعمل ميه كده على وش البلاص. وفي الاخر كده بتحطي برده بعد ما تحطي طبعا اللي هي يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه يشفع فينا عرق الحلاوه. طبعا عرق الحلاوه كان قديم عندي في المش، خدته تاني حطيته في البلاص وهرجع اجيب له واحد جديد تاني، وهو مش غالي يا حبايبي. عرق الحلاوه ده ب5 جنيه، بيمنع الدود خالص وصحي وما تخافوش منه. انا هجيب بعد اسبوع، بعد ما يمر اسبوع على البلاص، لان هبص عليه لان ممكن يكون فار، ممكن يكون عايز لبن، لان الجبنه الحادقه بتفور وخصوصا لما تكون حطاها في الشمس. فبعد اسبوع كده افتحي عليها وبص عليها وهز البلاص كل شويه، كل يومين 3 هز البلاص هزه كده بس، وانت حريصه ان البلاص ما يتخبطش في حاجه لان ممكن يتفتح مني. وبعد كده بتحطي 3 4 معالق شطه كده ناشفين على وش البلاص. ولو انت خايفه خالص وعامله حاجه جديده واول مره تعملي، حط على وش البلاص او البرطمان نص كوبايه زيت. الزيت ماده عازله ما بتخليش اي حاجه تدخل البلاص خالص. لو انت خايفه بقى من الناموس او الهبوش الاسمر اللي بيطير حوالين البلاص كده، امسكي ازازه رش ناموس ودبان ورش البلاص من بره، مش هيجي جنبه دبانه ولا هبوشه بتاعت جبنه ولا حاجه من دي خالص. طبعا انا مش هستكفي بالغطا دي وخلاص، انا بعد شهر كده، لان الشهر الاولاني بفضل ابص على الجبنه كل شويه وهز البلاص. بعد ما يمر شهر واطمن عليها خالص برجع تاني بقى احط غطا كبير فوق الغطا ده كده زي مثلا برام او اي حاجه، وارجع الف كيس حوالين ودن البلاص كده واربطه بالحبل. وبعد كده بقى اسيبه يعيش مع نفسه لمده 3 4 شهور، وبعد كده امد ايدي فيه واخد اللي انا عايزاه. ولازم تكوني سايبه حتتين جبنه بره كده عشان ما تحطيش ايدك في البلاص كل شويه قبل ما يدور على الاقل خالص 3 4 شهور. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم وانا تحت امركم يا حبايبي. واتمنى اللي وصل معايا لحد الاخر ولسه ما حطش اللايك والفيديو عجبه يحط اللايك، وما تحرمش منكم ابدا يا ربي، ولا اتحرم من تعليقاتكم اللي بتديني طاقه ايجابيه وتخليني اكمل. جزاكم الله خيرا. باي باي يا حبايبي، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.